السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. حبيت اصبح عليكم النهاردة كده واحنا عند الفراخ. قلت كده نصور واحنا داخلين كده نفطرهم على الصبح ونجمع البيض بتاع الصبح. بس انا اتصدمت اول ما دخلت، عمالة ادور على البيض مش لاقية بيض. قلت الفراخ دي ايه بقى؟ ده لسه بايضه ما كملتش حاجه. هي معقوله قطعت بيض امبارح اللي انا جبته دخلته؟ المفروض ان انا اجي الصبح الاقي البيض بتاع الصبح يا جماعه. فعماله ابص وادور زي ما انتم شايفين كده. ايه، قلبت الاماكن هنا ورا الخشب ما لقيتش حاجه اهو، ما فيش اي حاجه. طب مكان البطه ما كانت نايمه ببقى المفروض الاقي البيض هنا برضو، ما فيش. الله، طب راحت فين؟ طبعا هنا بصوا، لقيت هنا في قشر بيض. ده المكان اللي انا بحط لهم يباتوا فيه زي ما انا قلت لكم. فالمفروض ان انا باجي هنا الاقيهم بيضين ماشي. انا لقيت في قشر بيض هنا في الارض اهو زي ما انتم شايفين كده. فانا قلت ايه، شكيت قلت يبقى الفراخ دي بقى كده اكيد بتاكل البيض، يعني لا قدر الله اما انا برضو الاقي القشر البيض والبيضه متكسره وما الاقيش ولا بيضه، فالموضوع يشكك. فانا قلت لا، يبقى انا كده ايه، الفراخ دي كده عامه بقى بتاكل البيض. انا ايه، هصبر واشوف كده من هنا لاخر النهار. ما لقيتش فيه بيض يبقى هم ايه بياكلوه. واحاول ان انا اسال هبه على اي حاجه ليهم، فيتامينات ولا اي حاجه، اشوف ده نقص ايه في جسمهم، كالسيوم ولا ايه. طبعا انا لفيت المكان كله اهو معاكم كده، ما لقيتش اي حاجه. فانا قلت خلاص انا هستنى وهسال هبه واشوف ايه موضوع القشر البيض دوت. اذا كانوا هم بياكلوا البيض ولا في حاجه اتغيرت في المكان ولا ايه قصه ان هم يمنعوا البيض كده. وادخل ما الاقيش ولا بيضه، خصوصا ان هم كانوا مريحين بقالهم فتره ولسه بيضين زي ما انا قلت لكم. بداوا يبيضوا يعني ومبشرين، مش معقوله ان هم هيبيضوا مثلا كام يوم وبعد كده يقطعوا تاني. فانا جيت قلت طيب خلاص انا هستنى من هنا كده لاخر النهار او بكره وايه وراقب الدنيا واشوف الامور هيبقى فيها ايه. طبعا انا عايزه اقول لكم حاجه، الاوضه دي شفتوا الحته الفتحات اللي فوق دي اللي انا بشاور لكم عليها كده، دي فاتحه بين اوضه واوضه تانية، في اوضه وراها. يعني الفراخ لو نطت هنا ودخلت الاوضه اللي ورا بتنزل عادي. فانا ايه قلت هروح هناك. انا كنت حاطه هناك العلف بتاع الفراخ وحاطه الاكل بتاعهم يعني. المكان اللي ورا ده اوضه برضو تانية، انا كنت مطهراها وكنت عملت فيديو معاكم ان انا غسلاها ومطهراها ومنضفاها، بحيث ان انا اجيب فيها ايه، كتاكيت بيضه يعني، ان هي ايه احضن فيها واربي فيها. هي اوسع من هنا، هدخل اوريها لكم هصورها لكم وايه وهنشوف. فهي الفراخ ممكن ترد من هنا وتروح الناحيه التانية. انا لقيت المفاجاه ايه بقى يا جماعه؟ لما انا شكيت بقى في امر الفراخ وقلت ما فيهاش بيض، فانا لقيت ايه، انا هوريكم مفاجاه معايا. هنشوف الفيديو ده. الباب احنا هنطلع من الاوضه اللي احنا فيها بقى، دي اوضه الفراخ اهي، وده الباب اهو. احنا المفروض هنطلع كده ماشي. انا حاطط لهم الاكل. الاوضه التانية اهي، في مسافه بينها وبين دي، يعني مسافه الحيطه بتاعه الاوضه، يعني العارضه بتاعه الاوضه. انا بقى لقيت المفاجاه هنا لما دخلت. بصوا دي انا غسلاها. بصوا هي واسعه، هي زي صاله كبيره. بسم الله ما شاء الله من هنا كده، هي زي صاله كبيره كده. وما بتخش في الصاله دي هتلاقي فيه ايه، زي مكان مطبخ وحمام مبنيين. يعني زي ده كده مثلا مطبخ مثلا اهو، وده حمام. انا كنت منضفاها ومعقماها على اساس ان انا هجيب شويه كتاكيت تسمين واستغل ايه المكان واعمل فيه. بس بصراحه لسه يعني ما خدتش القرار، لان انتوا عارفين الكتاكيت غاليه الايام دي والاسعار غاليه. دي الحيطه بقى اللي بتفصل بين اوضه الفراخ والاوضه دي يا جماعه. بصوا دي الحيطه دي بتفصل بين اوضه الفراخ والاوضه الفاضيه اللي انا ايه مطهراها ومعقماها. اتاري الفراخ بتنط من هنا من على السور كده وبتنزل طبعا هنا تحت عشان تدور على اكل او حاجه. هم اتعودوا على المكان فعرفوه، فايه بقى يفوق ينطوا من المكان دوت ويجوا. بقيه المكان هنا متقفل بسلك كده زي ما احنا شايفين اهو، داير ما يدور كده احنا مقفلينه. وهنا انا كنت مقفله الناحيه البحري ديت علشان خاطر ايه ما تدخلش هوا على الكتاكيت التسمين اللي انا هجيبها البيضه تبقى محبوكه يعني. فهم بقى دي بقى الداخلي بتاعهم اللي هو بقى ايه موصل للاوض على بعضيها يعني. لما جه البنا بنا طبعا احنا عملنا السقف الصاج ده فما قفلناش، كان في مسافه المفروض بتاع نص متر كده بين السقف والحيطه، المفروض كانت تتقفل فاحنا ما قفلناهاش بصراحه.
دي الاوض كده منفده على بعضيها يعني. الفراخ انتوا عارفين الفراخ طبعا عشان شقيه وعلشان بتنط يعني، فبقت تنط هنا. فانا جيت دخلت عشان اجيب شويه اكل للفراخ، كان في البرميل دوت. البرميل حتى بصوا هتلاقي شويه علف اهو في اخر البرميل. انا كنت حاطه شكاره العلف هنا جوه البرميل، وكنت باخد ايه منها العلف البياض، اخد منها حبه بحبه. فانا جيت دلوقتي علشان ادخل لقيت اتاري لقيت فرخه في الاوضه هنا. فقلت ايه اللي جابها هنا ديت؟ فانا جيت مسكت الفرخه ووديتها مع اخواتها، وجيت بقى اخد شويه العلف، كان اخد شويه في البرميل. فجيت عشان اخد شويه العلف فلقيتهم ايه بايضين هنا. فحمدت ربنا وقلت طب الحمد لله. انا كنت خايفه جدا ان يكون بتاكل البيض او حاجه، فده كانت حاجه مخوفاني قوي يعني. بس الحمد لله زي ما احنا شايفين كده. ثواني نطلع البيض اهو. بصوا يا حبايبي انا طلعته اهو الحمد لله. لقيتهم بيضين هنا هم 6 بيضات في البرميل وبالزياده كمان. انا كنت ممكن اجيب 5 بيضات، اجيب 4، اجيب 3 على حسب يعني، مش يوميا ان انا بجيب 6 يعني. فانا لما جيت بقى ولقيتهم بيضوا هنا قلبي اطمن شويه وقلت الحمد لله. رزق ورزق عيالي ربنا مبارك فيه برضو. وهبه مدياني الفراخ بسماح نيه. طبعا الفراخ ده انا كنت واخداهم من هبه، وهي فعلا مديهم لي بسماح نيه ونيتها صافيه. والحمد لله ان ربنا ما حبش يقطع رزق ليا ولا لاولادي. انا بجيب الحمد لله 3 بيضات 4 بيضات 2 6 انا راضيه. ما مش يعني من النوع اللي انا بقول الحمد لله على كل حال، مش اللي هو اللي انا هطمع واقول لا وشويه والكلام ده، لا. فعلا والله يا جماعه الرزق الحلال ربنا بيبارك فيه، والحاجه في البيت نعمه حتى لو هم بيضتين 3 بس. فعلا خير ورزق كبير من عند ربنا، وربنا يا رب يبارك فيه. والحمد لله ان ربنا حب يوصل رزق ورزق عيالي تاني ما يقطعوش. والحمد لله ده الفيديو بتاعنا حبيت اقول لكم النهارده. ربنا عوضني عن البطه برده شويه، واهو بلاقي رزق ليا ولعيالي يوميا. والحمد لله يا حبايبي ده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.